أشهد إنه هيدا اللقطة وهيدا المشهد هو أجمل مشهد بكأس العالم. اللقطة يلي ما حتنسيها بكل عمرك يا معكرون، لما تشوف الجمهور المغربي بكل المدرجات عم بردد كله مع بعض أشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله قدام الشخص يلي أساء بالدين الإسلامي، الشخص يلي نص العرب كانت عم تشجعه ضد المنتخب المغربي. أيوة نعم، نص العرب كانوا واقفين ضد المنتخب المغربي لحتى يطلع برا، وشفتها قدام عيوننا. نص العرب على مواقع التواصل الاجتماعي محتفلين على خروج المنتخب المغربي. لك هاي بالشوم عليكم، هلا حتجروا عندي تقولوا لي انه والله المغرب شو حينفعنا، نحن كعرب شو حينفعنا المنتخب المغربي، لكن المنتخب المغربي اللي شرفنا بهالمونديال على القليل رفع علم فلسطين قدام كل العالم، هز كل اوروبا لحتى يحكوا بلساننا انه والله العرب بيقاتلوا لاجل منتخبهم العربي، بالاخر شجعوا منتخب الفرنسي يلي انتم منكم مشجعين لاصله، كله كرمال المنتخب العربي المغربي. طلع رونالدو لبرا، بدكم تقلبوا كل هالقلبة عليه وتذلوه من بعد خروجه، من بعد ما كتب تاريخ جديد بكاس العالم انه منتخب عربي عم يوصل لنص النهائي. لكن الطفل المغربية صار عندها اكتئاب، اما طلعت حكيت قدام العالم كله انه بنتي صار عندها اكتئاب من ورا يلي صار فيها على مواقع التواصل الاجتماعي. قاعد بالشوم بس مثل المنتخب السعودي لما ربح المنتخب الارجنتيني، لما المنتخب السعودي ربح المنتخب الارجنتيني وطلع لبرا كل العالم يلي بحبوا ميسي قلبوا على المنتخب السعودي وبلشوا يزركوا له. ميسي رونالدو، انا اكتشفت شغله بهذا كاس العالم انه هالاثنين عاملين غسيل دماغ لكتير عالم، انتبهوا على حالكم. ميسي رونالدو مش حيكملوا كل العمر، ميسي رونالدو حيوقفوا على العريب. انتبهوا على حالكم، هول الاثنين حبون عشقون استمتعوا فيهم، بس ما تأذوا حالكم تأذوا غيركم من وريهم. كل بداية إلى نهاية، انتبهوا على حالكم.